السلام عليكم حبايبي. وبعد ما خدنا جولتنا في دهب مع الفطير بقى الحلو وكلنا كده واتبسطنا وتلذذنا بطعم الفطير. طبعا تقدري تاخدي حتى الفطير مشلتت، بصراحة كان وحشني بس ما لحقت شكله، بس هي بسيطة سهلة. ان شاء الله مرة كده نعمله مع بعض. هنا بقى كنا رحنا، قعدنا في ستانلي على البحر، في كذا كافيه. طبعا في كافيهات قديمة زي سلطنة ستانلي، دي برضو الفيو بتاعها حلوة قوي من فوق. وكمان دي مورانو حلوة جدا لأن عاملين زي لسان كده في البحر. في الممر اللي انتوا شايفينه ده، في ترابيزات وكده ففي قلب البحر. طبعا منظر جميل قوي قوي، بما انك شايفة الكوبري بتاع ستانلي وفي نفس الوقت شايفين البحر او قاعدين في وسط البحر. احساس حلو قوي وريحة البحر كده. وده بقى طبق المدلعة، وايه فعلا مدلع اخر دلع. كنافة وهريسة وكريمة وصوص الكراميل مع الكراميل، تحفة، حاجة كده جامدة قوي قوي. نقدر بقى ايه كمان الهريسة. طبعا ما قدرناش نقاومهم يعني، فدخلت عليهم على طول قبل ما يتحطوا في الطبق. ده كنافة وبسبوسة، بس ايه دلع دلع. وانا طبعا مع الحلو ما بتوصاش، وبالذات الهريسة والحاجات دي بتجنن لما بشوفها، ما بقدرش اقاومها بصراحة. هنا دي كانت كنافة، وكنافة بالمكسرات، وطبعا حاطين السيرم بره او الشربات، حطي اللي انت عايزاه. ودي بقى كنافة بالكريمة برضو، ايه حاجة كده وهم يعني، بصراحة تسلم ايديهم. هنا كنت معزومة عند اختي، طبعا ما اقدرش اصور لكم العزومة لان كنت حابة قوي ان هي تكون عائلية من غير ما اصور كتير. ده كان العصير بتاعي، وفضلت ان انا اخده مع الحر طبعا بره في البلكونة. من الحاجات الجميلة قوي اللي بحبها، برضو بحب ازورها جدا لما بكون في مصر، وكل الناس بتقعد تضحك عليا. معرض كوتا ده معرفش فيه عشق كده ما بيني وما بينه، حتى لو مش بشتري حاجة، بس انا اكتر الحاجات يعني بكون بشتري بهارات من هناك. مش عارفة ايه ادمني ان انا اشتري بهارات من هناك. بس في هناك بقى لقيته اتغير خالص كل معالمه عن زمان، وحطوا ملاهي للأطفال وسيرك وحاجات ياما قوي مختلفة عن الأول. فحبيت أشارككم الجولة كده ونشوف الحاجات ونشوف الأسعار. في حاجات بتبقى حلوة، وفي منتجات بتكون فعلا تستاهل ان انتي تشوفيها وتشتريها. في حاجات بتكوني بتدوري عليها من مفارش، من هدوم داخلية أو قطنيات، بتلاقي حاجات كتير جدا جدا معروضة فيه. يعني بتاخدي وقت كده وجولة حلوة فيه. طبعا الأطفال بقى بيحبوا قوي حكاية الملاهي والكلام ده والسيرك والحاجات الغريبة دي. والله بنتي على الرغم ان في ملاهي هنا وحاجات زيها يعني طبيعيه كده في السوبر ماركت، حتى في حاجات زي كده بس كانت مبسوطه قوي. عارفين الاطفال الصغيرين بيبقوا مبسوطين بالحاجات دي. هنا بقى مكان البهارات والقسم اللي انا بقول لكم اللي انا بحب قوي قوي اقف عند الحاجات ديت. بحس مش عارفه ليه، بحس ان هي حاجات بتكون كويسه قوي، ويعني مضمونه. جربتها اكتر من مره من زمان، وبقالي كذا سنه، عشان كده يعني جبت لكم الفيديو ده، او حبيت اعرضه لكم او اشارككم بيه. في زيوت بقى وحاجات كده عاملينها او حاطينها. طبعا حاولت ان انا اعرف من الشاب اللي موجود او صاحب المكان اللي موجود ايه الانواع او كده، او بيستخدموا في ايه. فما كانش عنده فكرة كتير على استخداماتهم. طبعا المنتجات دي اكترها مكتوب عليها من ورا، اللي هي المنتجات اللي هي كزيوت او كده او حاجات معبأة يعني. فهنا بقى سبت الولاد وكده يلعبهم شوية، وخدت جولتي واشتريت حبة حاجات من عنده وقعدت. بس طبعا على الحاجات ديت حاجات أسواني شكلها تجنن يعني. شايفين انتم معايا المفارش والطاقيات والحاجات الحلوة دي. حاولت طبعا ما اجيبش الناس على قد ما اقدر، او ما اظهرش يعني الناس على قد ما اقدر. بحب قوي اشارككم الجولات او الاماكن اللي بروحها. مش عارفه كنتوا بتتبسطوا من الفيديوهات ديت وبتحبوا تشوفوها. انا بقول في اماكن الناس نسيتها، او في اماكن ما بقتش الناس بتروحها. هنا المعرض طبعا كلنا عارفين مكانه على البحر.
في الشاطبي. وشايفين بقى دي الاشكال والحاجات اللي عاملينها جديده على البحر. عجبتني قوي الاشكال دي، طبعا صورنا الاولاد وكده في الحاجات ديت. ولو عصير بيبقى عصير ايه، عصير مكة. طبعا عصير مكة من العصاير او الاماكن يعني اللي بتعمل عصاير من زمان معروفة واسم كبير، وطبعا منتجاتها حلوة او عصايرها حلوة ومميزة. عندها طبعا حاجات جديدة قوي. ده كان مكان برضو اكتشفته السنة دي، بصراحة معرفش هو فتح من قبل كده ولا لأ. بس كان ده مكان سوري بيبيع شاورما وبعض الأكلات السورية. طبعا بيبيع شاورما، بيبيع فتة شاورما، بيبيع طبعا كل ما يتعلق بالشاورما. بس الميزة بقى عنده ان عنده رغيف او ساندويتش كده نص متر. عارفين يعني ايه نص متر؟ تخيلوا بقى ان تاكلوا رغيف نص متر. طبعا هنا دي اسياخ من الشاورما. في شاورما طبعا فراخ، في شاورما اللحمه، في التقطيع بقى بتاعهم ده. يعني بصوا اساتذه. يعني احنا هنا عندنا المكنه بتقطع، يعني عندنا مكنه كده زي السكينه هي اللي بتقطع، بس هما بالسكينه الطويله دي بيقطعوه ايه، عباره يعني اقل من الورقه حاجه كده. وعجبني في عندهم بصراحه النظافه والاهتمام بالنظافه. شكل المكان مميز وحلو. طريقة التقديم، النظافة، طعم الحاجات. والله ما بعمل لهم اعلان لان انا اصلا ما اعرفش يعني ما اعرفش صاحب المكان وما اعرفش اصلا اي حاجه. أنا رحت اكلت عادي زي اي حد كده اهو. طبعا المحل اسمه كرم الشام. والحاجات اللي فيه دي بقى اللي احنا جبناه، جبت فتة الشاورما وجبنا الساندوتش اللي هو التنين. وبكده تكونوا قضيتوا معايا يوم من ايامي في اسكندرية، واستنوني في الجولات الجاية.